السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المؤرخ بسام الشماع. قبل يوم عملي كمرشد سياحي في المتحف الكبير مع مجموعة خاصة من ألمانيا، أنا وسخمت بقى، يعني سخمت وأنا هذه السيدة الفاضلة مش عارف، يعني هي بتحبني وأنا بحبها رغم إن هي خطيرة، بس بحب أشرحها جدا جدا. بصوا يا جماعة عاملين إزاي. هنا ده المبنى بتاع مركب التي تم اكتشافها جنوب هرم خوفو، والكتل اللي احنا لسه شارحينها كتل حجريه رهيبه رائعه. وبعدين هما هنا راحوا ايه مجمعين تماثيل سخمت الرائعه، واضح النقوش. بصوا يا جماعه كم السخمت سخمت غريبه. هي انثى الاسد، بس هي الدكتوره، هي معبوده الدكاتره ومعبوده الطب ومعبوده الشفاء ومعبودة الدواء ومعبودة القوة، وهو اسمها فعلا كده سخم يعني قوة، سخمت تأنيث القوية. هي بقى بتعمل حاجة عجيبة جدا أنا بحبها. بتعمل إيه؟ بتشفي الناس من الأمراض وبتشفي الناس من الأوبئة، وهي ذات نفسها مسؤولة عن نشر الأوبئة. خد بالك من سخمة، لا ما يعني بص دول مسكوا السخمة، اوعك تضايق سخمة يا ريس. سخمة دي حتة جوزاء ما حصلتش، يعني تبث الأوبئة وتعالجها. طب ليه يا ماما تبثيه؟ عشان أعالجها عارف أنت النظام ده. طبعا هنا عندنا سما طاوي اللي هو توحيد القطرين، سما طاوي توحيد القطرين، اللوتس والبردي واتحاد القطرين، العلامة الشهيرة جدا. وادي حبيبنا هعبي. هعبي يا جماعة، هعبي دي نقولها واحنا قاعدين مع بعضينا، انما هو هعبي. يا سلام، معبود ديناميكية حركة المياه. شوفوا الجمال. بصراحة المتحف عامل حتة طريقة سيناريو عرض تحفة من تحف الزمن. انا بصوا، انا حضرت في المتروبوليتان ميوزيوم في نيويورك، وحضرت في بوسطن، وحضرت في بروكلين ميوزيوم، وحضرت في البريتش ميوزيوم. بصوا ما شفتش كده بجد. عارفين انا راجل ناقد، ولما بلاقي حاجه غلط بقولها وما بيهمنيش، بس بجد اللي انا شايفه هنا في المتحف الكبير، رغم برضه الواحد لسه عنده حبه حاجات برضه لازم هينقضها، يعني مش قادر يمسك نفسه، بس بصراحه لا شغل. وادي البردي اهو، يا جمال البردي، يا جماله. بردي اصلي ده يا جماعه مش بلاستيك. ادي بقى المدخل اهوت التاني، ده المخرج او المدخل اللي بيدخلك على الدرج العظيم. تحفه تحفه تحفه.